مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي هذه نشرة أخبار المساء من الفضاء الإريتري استهلها بالعناوين. مسؤول الشؤون التنظيمية بالجبهة الشعبية يعقد سيمينارا للإريتريين في قطر. تنظيم ورشة عمل ثقافية ورياضية. اختتام أسبوع الشباب وطلبة مدرسة ورساي كالو في ساوا. انهيار أرضي يودي بحياة 9 أشخاص في الكونغو. إيران تعلن تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة ردا على الطاقة الذرية. وتخصيص 300 مليار دولار لمواجهة أزمة المناخ يغضب الكثيرين. السلام عليكم ورحمة الله. عقد مسؤول الشؤون التنظيمية بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف سائق سيمينارا للإريتريين المقيمين في دولة قطر بمناسبة المهرجان السنوي 13 للجالية الإريترية في قطر، الذي عقد من 20 وحتى 22 من نوفمبر الجاري. وأوضح السيد يوسف في السيمينار الذي عقد في 23 من نوفمبر في الدوحة الأوضاع الراهنة في البلاد والبرامج التنموية الهادفة لضمان العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى توضيح الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والعالم. وأضاف أن الحكومة الإريترية تعمل على توفير الخدمات الاجتماعية المتمثلة في التعليم والصحة وتوفير الطاقة ومياه الشرب، وإنه تم تحقيق نتائج مرضية في هذا الصدد، خاصة الأعمال التي أنجزت في القرى والمناطق النائية وتأثير المشاريع في تحسين حياة المواطنين. وذكر السيد يوسف المواطنين ذكرهم بتأكيد مشاركتهم الواعية في الصمود والدفع في عجلة الوحدة الوطنية، مضيفا أن تعزيز الجاليات يعني تعزيز الرابط مع الوطن. واستمع إلى آراء المشاركين كما رد على أسئلتهم واستفساراتهم. وكذا المشاركون جاهزيتهم للتعاون في تنفيذ وإنجاح المشاريع التنموية المستقبلية. وأفادت الأنباء الواردة قيام مسؤول الشؤون التنظيمية بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف سايخ بلقاءات مماثلة مع منظمي الجالية والجمعيات الشعبية. نظم قسم الثقافة والرياضة في الإقليم الأوسط ورشة عمل يوم 22 من نوفمبر لتعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية. وذكر المدير العام للقسم السيد أسمروم ساقبرهام بأن هدف ورشة العمل وتعزيز المشاركة الشعبية في النشاط الثقافي الرياضي، وأكد على أهمية تضافر جهود كافة قطاعات المجتمع لتنفيذ البرامج الموضوعة على جميع المستويات. وطالبت الآراء المقدمة في الورشة لتكون اللجان المقامة ذات معرفة وثيقة بالثقافة والرياضة وتوفير التجهيزات اللازمة. شارك في ورشة العمل حاكم الإقليم الأوسط السيد فساي هيلة والمدير العام للإدارة سيد زريت والدبرهان ومسؤولي الأقسام ومدراء المديريات ومسؤولي الاتحادات الوطنية. اختتمت في 23 من نوفمبر فعاليات أسبوع الشباب وطلبة مدرسة ورساي كالو السنوي، الذي نظم بتنسيق الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا فرع ساوا ومؤسسات التعليم العالي ومركز تدريب الخدمة الوطنية تحت شعار هدفنا صناعة شاب وفي وكفء لورثة القيم الثورية. وافاد القائمون على تنظيم الفعاليات التي شملت محتويات ومنافسات تعليمية وثقافية وفنية وابتكارات بدءا من 21 من نوفمبر لترفيه وتحفيز روح التنافس العلمي في إجازتهم نصف السنوية. وأوضح مسؤول التأطير والتنظيم في فرع الاتحاد في ساوا ومؤسسات التعليم العالي الشاب كسته قبر أمان في تقريره الدور الهام الذي قام به مركز تدريب الخدمة الوطنية ومدرسة ورساي كالو في التجهيز وإنجاح الفعاليات، بذكر دور وأهمية الفعاليات في وعي وقدرات الشباب الإبداعية. وأشاد قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبساي قدي بأهمية ومساهمة المنافسات التعليمية والثقافية والفنية التي تتوسع من حين لآخر نظرا إلى مشاركة الطلاب الواسعة فيها. واختتمت الفعاليات بتقديم الجوائز للفائزين في منافسات المعلومات العامة والمنافسات الفنية المختلفة، كما توجت الفرقة الأولى بتقدمها على الفرق الأخرى في جميع المنافسات ببطولة أسبوع الشباب وطلبة مدرسة ورساي كالو.
عقدت جمعية المعلمين فرع إقليم عسبة مؤتمرها الثامن يوم 22 من نوفمبر في كرن. وأوضح رئيس الجمعية الأستاذ كبرهم قبرزقي أن الاستثمار الجاري في المعلمين له دور في تحقيق الكفاءة التعليمية. من جانبه أوضح مسؤول التعليم الأستاذ كفلاي عند ميكائيل بأن قضية نقص المعلمين في رياض الأطفال والمرحلتين الابتدائية والمتوسطة تشكل تحديا، معربا عن ثقته في مساهمة المؤتمر بدور في حل هذه الإشكالية. ودعا رئيس الجمعية الوطنية للمعلمين الأستاذ سمون محاري الأعضاء للمساهمة لتحقيق أهداف الجمعية. وطالب المؤتمرون في جعل برامج التدريب متماشية مع تعليمات وأولويات وزارة التعليم، وأن يضع نادي المعلمين في الاعتبار كرامة ومهنة المعلمين. وانتخب المؤتمر هيئة إدارية ل4 سنوات. وتأسست جمعية المعلمين عام 1958 وتضم حوالي 30,000 عضو. دعا قسم السياحة في إقليم القشبركة في الاجتماع الذي عقده في مديرية تسانية المرافق الخدمية لبذل الجهود لتحسين جودة الخدمات. وقال مسؤول فرع الأبحاث ومراقبة الموارد في قسم السياحة السيد سمرت قبرمتن إن المهام الرئيسية للقسم هي مراقبة كفاءة المؤسسات والموارد السياحية ورفع الوعي العام في صناعة السياحة. ودعا المرافق الخدمية للإيفاء بمتطلبات الزبائن وتحسين الجودة والنظافة. جانبه ناشد مسؤول مكتب الضرائب في إقليم القشبركة السيد أمانييل غويتوهم المرافق الخدمية لاتباع تعليمات المكتب والقيام بأنشطة قانونية ودفع الضريبة في أوانه. واقترح المشاركون الاهتمام بتجديد الترخيص وإيجاد حل للتأخير في أعمال مكتب الضرائب. كرمت مدرستي ماي نفحي الثانوية ومدرسة حربنياتات المتوسطة في 23 و24 من نوفمبر الجاري طلابها المتفوقين في امتحانات الشهادة الوطنية المرحلية للعام الدراسي 2023-2024. وأفاد مدير مدرسة ماي نفحي الثانوية الأستاذ أمانييل قبر ميكائيل تكريم مدرسته ل35 طالبا، من بينهم 16 من الطالبات من أعضاء الدفعة 36 من الخدمة الوطنية، بهدف تشجيع الطلاب المتفوقين وتحفيز طلاب المرحلة الثانوية لاتخاذ خطاهم تجاه التفوق التعليمي. وفي إطار مماثل كرمت مدرسة حربنياتات المتوسطة 38 طالبا، من بينهم 25 طالبة ممن أحرزوا 90% فما فوق في امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي الماضي. وأشاد مدير المدرسة الأستاذ يوهانس برهي بالجهود التي بذلت في العملية التعليمية في العام الماضي، الذي نتج عنه ارتفاع عدد المتفوقين من 26 طالبا إلى 38 طالبا وطالبة. وأوصى مسؤول مكتب التعليم بمنطقة الجنوب الشرقي للإقليم الأوسط الأستاذ أبرهل الرفايني بدوره المتفوقين لمواصلة جهدهم في مراحل دراستهم المستقبلية لضمان النجاح في مسيرتهم العلمية. كما تم في المناسبة تكريم 5 معلمين مميزين من معلمي مدرسة حربنياتات الذين عرفوا بتفانيهم المشهود في العام الدراسي الماضي. بعد الفاصل سادتي يعودوا بالأخبار الخارجية. لقي 9 أشخاص مصرعهم جراء انهيار أرضي نجم عن أمطار غزيرة اجتاحت قرية كابولو في إقليم كييف الجنوبي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية. وأكد توماس باكينغا المسؤول الإقليمي في الإقليم أن الانهيار أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وأضاف أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين. وأفادت جماعة محلية من المجتمع المدني بأن الكارثة دمرت 7 منازل بالكامل وألحقت أضرارا ب31 منزلا آخر، مما يرجح ارتفاع عدد الضحايا. ويحذر خبراء المناخ من أن البنية التحتية الهشة وسوء التخطيط الحضري في مناطق عدة بالكونغو تزيد من تعرض المجتمعات لخطر الكوارث الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي أصبحت أكثر شدة وتكرارا نتيجة لارتفاع درجات الحرارة.
أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف البدء في تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة ردا على قرار مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن قالباف قوله إن رد الجمهورية الإسلامية على استخدام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأغراض سياسية هو بدء تشغيل مجموعة من أجهزة الطرد المركزية الجديدة والمتقدمة. وجاء إعلان إيران تشغيل أجهزة الطرد المركزي الجديدة بعد أن تقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا باقتراح قرار ينتقد طهران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة. وجاء في القرار أنه من الضروري والعاجل أن تتحرك إيران للوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي صادقت عليها عام 1970. وتتصاعد التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني وسط خشية من أن تحاول طهران تطوير سلاح نووي، وهو أمر طالما نفته الجمهورية الإسلامية. تعهدت الدول المتقدمة في باكو تقديم مزيد من التمويل للدول الفقيرة المهددة بتغير المناخ، وذلك في ختام مؤتمر للأمم المتحدة سادته الفوضى في أذربيجان وخرجت منه الدول النامية بخيبة أمل. وبعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة وافقت دول العالم المجتمعة في باكو على اتفاق يوفر تمويلا سنويا لا يقل عن 300 مليار دولار للدول النامية التي كانت تطالب بأكثر من ذلك بكثير لمكافحة التغير المناخي. ويتمثل هذا الالتزام المالي من جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان ونيوزيلندا تحت رعاية الأمم المتحدة في زيادة القروض والمنح للدول النامية من 100 مليار إلى 300 مليار دولار على الأقل سنويا حتى العام 2035. والأموال مخصصة لمساعدة هذه الدول على التكيف مع الفيضانات وموجات الحر والجفاف، وأيضا للاستثمار في الطاقات المنخفضة الكربون بدلا من تطوير اقتصاداتها على طريق حرق الفحم والنفط كما فعلت الدول الغربية لأكثر من قرن. وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن مشاعر متباينة حيال الاتفاق بشأن تمويل المناخ الذي تم التوصل إليه في أذربيجان، حاضن الدول على اعتباره أساسا يمكن البناء عليه. شهدت أيرلندا وبريطانيا وفرنسا حالة من الفوضى إثر تعرضها لعاصفة شتوية عنيفة مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة وثلوج كثيفة، مما تسبب في وفاة شخص واحد على الأقل وتعطل خدمات النقل وانقطاع واسع للكهرباء. وأكدت شرطة هامشاير مقتل رجل في طريق رئيسي قرب مدينة وينشستر البريطانية، ووقع الحادث نتيجة للرياح القوية. كما انقطعت الكهرباء في أيرلندا عن حوالي 60 ألف منزل بسبب الرياح العاتية، حيث تركزت الأضرار في المناطق الغربية والشمالية الغربية. وفي فرنسا ضربت العاصفة كايتانو البلاد، وقد تسببت الرياح القوية التي بلغت سرعتها 130 كيلومترا في الساعة في تدمير خطوط الكهرباء في العديد من المناطق. وألغيت العديد من الرحلات الجوية في مطار نيوكاسل في المملكة المتحدة بسبب تساقط الثلوج بكثافة، وتم تحويل بعض الرحلات إلى مطارات بلفاست وأدنبرا، مما أدى إلى تأخير إضافي للمسافرين. في ختام هذه النشرة سادتي إلى حضراتكم تذكيرا بالعناوين. مسؤول الشؤون التنظيمية للجبهة الشعبية يعقد سيمينارا للإرثيين في قطر. تنظيم ورشة عمل ثقافية رياضية. اختتام أسبوع شباب طلبة مدرسة وارسايكالو بيساوا. انهيار أرضي يودي بحياة 9 أشخاص في الكونغو. إيران تعلن تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة ردا على الطاقة الذرية. تخصيص 300 مليار دولار لمواجهة أزمة المناخ يغضب الكثيرين. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.